الحاجات دي مدمرة لنفسية الطفل وممكن توصله انه يكره اخوه. السلام عليكم، ازيكم؟ كتير بنبقى قلقانين وبنفكر هل ولادنا لما يكبروا هيطلعوا يحبوا بعض ويخافوا على بعض ويقفوا جنب بعض ولا لا، وايه اللي ممكن نعمله علشان ما نكونش سبب في انهم يكرهوا بعض. اول حاجة عدم التفرقة بينهم، ودي ممكن تعمليها من غير قصد. يعني ممكن يكون في ابن بيسمع كلامك اكتر، مريح اكتر في المعاملة من اخواته، او ممكن يكون شخصيته شبهك فبدون قصد تتغاضي عن اخطائه، يعني يغلط نفس الغلطة هو واخوه، تعاقبي اخوه وهو لا. تديه مشاعر اكتر، يعني طول اليوم بوس واحضان، واخوه اول ما يجي يحضنك تقولي له ابعد بقى الجو حر. الحاجات دي مدمرة لنفسية الطفل وممكن توصله انه يكره اخوه. الكارثة بقى ان في امهات بيفرقوا بين ولادهم وهم عارفين وواعيين للي بيعملوه ومبسوطين كمان. يبقى ناخد بالنا كويس قوي من النقطة دي. النقطة التانية، ما ينفعش برضو تقارن بينهم. اسمع الكلام زي اخوك، خليك شاطر زي اخوك، ريحني زي اخوك. خليك متقبلة ان كل واحد ليه شخصيته المختلفة عن التاني. شوفي الحلو في كل واحد واظهريه. ما تدمريش حد فيهم لمجرد ان شخصيته مختلفة او مش عاجباكي. النقطة التالتة، شجعيهم يدعموا بعض ويساندوا بعض ويخافوا على بعض. المهارة دي محتاجين نعلمها لأولادنا لأنهم في معظم الأوقات مش هيعرفوا يتصرفوا في المواقف المختلفة. يعني مثلا لو حد فيهم تعبان، نعلم التاني يطمن عليه ويسأل عنه ويهتم بيه. لو حد عنده امتحان، نعلمه يطمن على أخوه ويدعي له. لو حد متضايق أو نفسيته تعبانة، علميه يسأل عليه ويخفف عنه. علميهم كمان يجيبوا هدايا لبعض ولو حتى حاجة بسيطة، لو شوكولاتة أو ملبسية. الحاجات دي هتعمل ألفة ومحبة بينهم. هاتيلهم ألعاب جماعية يلعبوها مع بعض علشان ما يبقاش طول الوقت كل واحد ليه لعبته وبيلعب مع نفسه. ألعاب جماعية زي مثلا المكعبات، الكوتشينة، في ألعاب كتير جدا جماعية. وممكن ألعاب من البيت يلعبوا بيها مع بعض. وكل فترة اقعدوا كلكم العبوا مع بعض، وطبعا مش هوصيك اللعب يكون فيه روح رياضية، ما يكونش فيه انحياز لحد ضد حد تاني. واخيرا ادعي ربنا كتير ان ربنا يحبهم ويرضى عنهم ويؤلف بين قلوبهم. السلام عليكم.